بالليل ليلى كانت قاعدة وبتقلب في الأخبار على الفيسبوك. شد انتباهها منشور فيه صورة الجن شاطر. مكتوب في المنشور: صاحب الصورة موجود عندنا في حالة صحية سيئة، واللي يتعرف عليه يكلم الرقم الموجود في المنشور. ليلى سمرت مكانها، والمفاجأة كانت تقيلة قوي عليها. قلبها اتقبض وقلقت على شاطر، ومن غير ما تفكر كتير مسكت التليفون وكلمت الرقم وخدت العنوان، وبالفعل راحت. وصلت ليلى للعنوان وطلعت العمارة لحد الدور الخامس. وقفت قدام الباب وخبطت عليه بهدوء. بعد شوية الباب اتفتح وظهر عم محمود، راجل في الخمسينات باين عليه التعب وكبر السن. ليلى قالت له: السلام عليكم، أنا اللي كلمت حضرتك، ممكن أشوف صاحب الصورة؟ عم محمود قال له: وعليكم السلام، اتفضلي يا بنتي، أنا كنت مستنيكي، يا رب تطلعي من أهله أو تعرفيه، عشان أنا مش عارف أعمل له حاجة وخايف أروح بيه أي مكان وأتحط تحت مسؤولية، وأنا على باب الله. ليلى قالت له: طب ممكن أشوفه؟ قال لها: اتفضلي. دخلت ليلى الأوضة بسرعة وقلبها بيدق جامد. بصت حواليها لحد ما عينيها وقعت على شاطر. قلبها اتأكد إنه هو، بس وشه مليان جروح والتعب باين عليه، واستغربت لما شافت الدم سايح على خده. ليلى قالت له: ممكن أعرف حضرتك لقيته فين؟ وإيه اللي حصل له؟ عم محمود قال لها: أنا لقيته مرمي في مكان مهجور جنب الفيلا اللي أنا شغال فيها، كان فاقد الوعي وفيه جروح في دماغه، بس اتأكدت إن هو لسه عايش. خفت أروح بيه المستشفى يتهموني إن أنا اللي عملت فيه كده. جبته على البيت وحاولت أطهر له الجروح، وكتبت على الفيسبوك وصورته، قلت يمكن حد من أهله يعرفه ويجي يستلمه مني ويشيل عني المسؤولية. ليلى سكتت لثواني وبعدها قررت. قالت له: أنا هاخده، أنا هوديه المستشفى وهعرف أوصل لحد من أهله عشان يستلموه مني. عم محمود قال لها: الله يعمر بيتك يا بنتي، انتي تعرفيه منين؟ قالت له: كان شغال معايا في الشركة. وخدته ونزلت. طول الطريق ليلى كانت باصة على شاطر برهبة، وقلبها بيسأل: يا ترى هو انت ولا حد شبهك؟ بس هل في حد بالشبه ده؟ وأول ما وصلوا المستشفى القلق زاد عند ليلى. نادت على حد من العاملين هناك يساعدوها وينقلوا له الطوارئ، وبعد الدكتور ما كشف عليه خرج يدور على حد تبعه. الدكتور سأل: مين مع الحالة اللي جوه؟ ليلى قالت له: أنا. هو اتعرض لحادث وده حد ضربه على دماغه وسبب له ارتجاج. احنا عملنا الإسعافات الأولية، وكمان كام يوم وبإذن الله يرجع لحالته الطبيعية. عدى 3 أيام وليلى ما سابتش شاطر لحظة. كانت قاعدة جنبه على الكرسي بتراقب كل نفس وكل حركة، وقلبها مليان قلق وحب، ومستنية اللحظة اللي هيصحى فيها. وفي يوم ملامح شاطر بدأت تبان أكتر، وفتح عينيه واحدة واحدة. بص حواليه بتوهان لحد ما عينه وقعت على ليلى اللي كانت متابعة كل تفصيلة فيه. قال لها: انت مين؟ وانا ايه اللي حصل لي؟ ليلى بصت له بدهشة. قالت له: انت بجد مش عارفني؟ اكيد بتهزر صح؟ انت لازم تفوق علشان اعرف منك ازاي كده، انا عقلي مش قادر يصدق. رد عليها بهدوء وبتعب. قال لها: انا بجد ما اعرفكيش، انت مين؟ قالت له: خلاص سيبك انك تعرفني او ما تعرفنيش، انت مين؟ قال لها: انا خالد. قالت له: خالد مين؟ قال لها: اسمي خالد. انت مين وايه اللي حصل؟ قالت له: انت بجد اسمك خالد ولا بتهزر زي عادتك؟ قال لها: انا بجد اسمي خالد وما اعرفش انا هنا ازاي. اخر حاجه فاكرها اني كنت مسافر في الطياره وفجاه تعبت والناس اتلمت عليا، ودي اخر حاجه انا فاكرها. ساعتها ليلى بدات تقتنع ان الراجل اللي قدامها فعلا اسمه خالد، وان مستحيل يكون الجن شاطر. حكت له ازاي وصلت له وازاي شافت صورته على الفيسبوك وافتكرته شخص تعرفه، وده اللي خلاها تقلق وتيجي تاخده. ومع الوقت العلاقة بينهم بدأت تكبر بشكل جميل. اكتشفت انه انسان عادي جدا، محاسب في شركة، باباه ومامته متوفيين من زمان. اتعلقت بيه اكتر ونسيت واحدة واحدة موضوع الجن شاطر، وبقى وقتهم مع بعض مليان ضحك وسعادة. ومع الايام العلاقة بين خالد وليلى بقت رومانسية، وليلى نسيت موضوع الجن شاطر تماما. وبعد 8 شهور ليلى اتقبلت في شغل جديد بمساعدة خالد. وفي يوم مشمس دخل خالد الشركة يدور عليها، وقرب من مكتبها وبص في عينيها. قال لها: أنا بحبك وعايز أتجوزك وأكمل باقي حياتي معاكي. ليلى بصت له بصة رومانسية وبابتسامة خفيفة وخفة دم وقالت له: أنا موافقة. السعادة كانت باينة على وش ليلى وهي داخلة شقتها الجديدة مع خالد بعد الفرح. كانوا طايرين من الفرحة،
وكأنهم في عالم لوحدهم. وأول ما خالد قفل الباب لف وبصلها وعينيه مليانة حب وحنين، وقرب منها وخدها في حضنه. خالد قال لها بجد أنا مش مصدق نفسي إنك بقيتي ملكي، ومستعد أحققلك كل حاجة أنت عايزاها. ليلى ردت بفرحة، قالت له أنت بوجودك جنبي تحققك كل حاجة كنت بحلم بيها. خالد قال لها لسه ما اشتريناش الحاجة اللي كان نفسك فيها من باريس. ليلى وقفت في حالة من الصدمة والخوف، رجعت لورا لحد ما ظهرها اتخبط في الحيطة، وده زود إحساسها بالارتباك والقلق أكتر. ليلى قالت له بصوت مهزوز، أنت مش خالد، أنت شاطر. ليلى اتجمدت شوية من الصدمة والخوف، حاولت تجمع شجاعتها لكن كان الخوف اتملك من جسمها. الجن شاطر ظهر وهو بيضحك، وعينيه بتلمع وبص لليلى بطريقة رومانسية. قال لها كويس إنك لسه فاكراني. ليلى قالت له أنت طول الوقت بتضحك عليا، أنا كنت بدأت أعتبرك إنك فعلا صاحبي، بس ما كنتش أعرف إنك هتعمل كده. قال لها أعمل إيه؟ أنت مش فاهمة حاجة. ليلى قالت له أنت خدعتني وخلتني أتجوزك، بس أنا قلت لك من الأول مستحيل يكون ما بيني وما بينك حاجة. شاطر قال لها ليلى أنا عمري ما خدعتك، أنت فعلا اتجوزت خالد. ليلى قالت له أنت بتكذب، والفيلم اللي عملته ده كله عشان تبقى معايا، وأنا مش هوافق بكده. شاطر قال لها أنت إزاي بتفكري كده؟ أنا معاكي من سنين وعمري ما فكرت أقرب منك، وكمان لو كنت عايز أعمل كده ليه ظهرت قدامك دلوقتي؟ أنت كان فاضل ثواني وتكوني في حضن خالد، تفتكر أنا هقع في الكلام ده؟ ليلى قالت له أنت عايز إيه مني؟ قال لها أنا مش عايز منك حاجة، أنت فعلا كنت مع خالد لحد من كام ساعة، وجيتلك علشان في خطر عليكي. ردت عليه ليلى بعصبية وانهيار، أنت جيتلي أول مرة بنفس الشكل، ممكن تفهمني أنت شاطر ولا خالد ولا مين؟ وأنا متجوزة مين؟ شاطر قال لها ليلى خالد فعلا موجود، وهو اللي كان معاكي. ويبدأ يحكي لها القصة اللي حصلت من 5 سنين. خالد قرر يقرأ كتب الجن ويعمل طقوس تحضيرهم، بس ما كانش عارف عواقب اللي بيعمله. قدر يحضر شاطر لكن ما قدرش يصرفه. شاطر خد نفس عميق وبصلها وقال لها يا ليلى، وجت اللحظة المناسبة ولأني لبست شخصية خالد بقيت أنا وهو واحد. كنت أتمنى أظهر لك بشكل الحقيقي، بس كنت عارف إنك مش هتستحملي تشوفيني، وساعتها اخترت أبقى خالد. ليلى ردت عليه بصوت حزين وكأنها طفلة ضايعة، وليه سبتني في باريس لوحدي؟ رد عليها بحنان، أنا ما سبتكيش يا ليلى، بس حصلت مشكلة. اتغضب عليا من عشيرتي بسبب حبي ليكي، والوقت اللي كنت فيه معاكي كانت المحاكمة بتاعتي. واتنهد وسكت. ليلى قالت له كمل، سكت ليه؟ شاطر قال لها اتحكم عليا ان ابعد عنك. في اللحظة اللي اتقفل فيها النور خدوني بعيد عنك، لكن هربت ورجعتك البيت من غير ما تعرفي. فضلت مسجون فترة طويلة، ولما عرفت انك في خطر دخلت جسم خالد. الصدفة خلتك تشوفيه وتفكري ان انا. ليلى ردت عليه بخوف، قالت له يعني ايه خالد موجود فعلا؟ وخطر ايه؟ قال لها خالد شاب كويس، بس فضوله هو اللي وصله لده. اما الخطر انا اتحكم عليا بالسجن واتحكم عليكي بالجنان. ليلى قالت له جنان يعني ايه؟ قال لها الجن قادر يدخل في حياتك ويخربها ويوصلك للجنان، وده اللي هم عايزينه عشان يبعدوكي عني. ليلى بخوف ودموع، طب انا مالي؟ انت اللي عملت فيا كده، دلوقتي جاي تقولي انهم هيأذوني؟ قال لها ليلى انا وعدتك ان عمري ما هسيبك من وانت لسه مولودة. تفتكر انا جاي اخوفك ولا ممكن اتخلى عنك؟ انا هربت عشان اقف معاكي، بس ساعديني، انا كتير من المعرفة والقوة مسلوبة مني طول ما انا محكوم عليا بالسجن. ليلى قالت له طب اعمل ايه؟ قولي انا خايفة يا شاطر. شاطر قال لها ما تخافيش، لو حياتي تمنها حياتك هقدم حياتي ليكي. المهم ركزي معايا، هما هيبعتولك جن، خدي بالك، ده جن مش عادي، ده من عشير الزفان، مؤذي، واخد كل الصلاحيات انه يحاول يدخل حياتك ويجننك. قالت له طب وانا اعمل ايه دلوقتي؟ قال لها هو هيظهر في حياتك، بس انا مش عارف هو هيظهر ازاي، ودي المشكلة، اني ما عنديش القدرة ان اعرف، عشان كده هربت وقررت ابقى معاكي من وقت للتاني. قالت له انت عارف انا كنت مطمنة بوجودك، ولما سبتني كنت حاسة اني لوحدي، واللي طمني وجود خالد. لو بتحبني بجد اخرج من جسم خالد وسيبني اعيش معاه. قال لها انا مش هقف قدامك،
ولا عمري هكون سبب زعلك. انا هخرج من جسم خالد وهسيبك، بس خدي بالك من نفسك وافتكري كل الكلام اللي قلتهولك. باصر مش هيسيبك، خلي بالك يا ليلى. وفجأة جسم خالد وقع على الأرض. ليلى جريت عليه، مسكته وحاولت تفوقه. خالد أول ما فتح عينيه كان في حالة ذهول. ايه اللي حصل لي؟ انا وقعت كده ازاي؟ ليلى قالت له انت كنت بتتكلم معايا واغمى عليك، بس الحمد لله، قوم ارتاح على السرير. بتظهر ليلى وهي نايمة على السرير جنب خالد اللي غرق في نوم عميق، بتبص للسقف. ملامح وشها فيها خوف وحزن بعد اللي سمعته من شاطر. ليلى بتتكلم مع نفسها، لازم اعمل حاجة، مش ممكن استمر بالشكل ده، لازم اروح لشيخ يحصلني انا وخالد. وتفكر في كلام شاطر عن الخطر اللي ممكن تواجهه، والقلق بيزيد عليها. بتصحى ليلى الصبح، الأوضة كانت مليانة شمس ودفى، لكن القلق لسه موجود. بتروح لخالد اللي لسه نايم بهدوء وبتحاول تصحيه. خالد يلا يا حبيبي، يلا نقوم بقى، احنا بقالنا كتير نايمين. خالد بيصحى ويقول لها صباح الخير، معلش يا حبيبتي كنت تعبان جدا امبارح. ووسط الكلام الشك بدأ يدخل قلب ليلى وهي بتتكلم مع نفسها، يا ترى انت شاطر ولا خالد؟ اعرف ازاي؟ لو مستنيين تعرفوا باقي الحكاية استنونا في حكاية هنوش.